كده بقى حطيتها في طبق التقديم. بصوا جميلة جدا. ريحتها حكاية، وزيت الزيتون معاها مخلي طعمها طبعا جميل جدا. حاجة جديدة وأكلة خفيفة وتعملها في ثواني، مش هتاخد وقت. ونغير بقى من إن احنا نسلق البطاطس ونقليها، أو يعني تغيير. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك وتعليق حلو كده عشان يوصلكم كل جديد. شايفين الجمال؟ ألف هنا وشفا. سلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا هعمل معاكم النهارده بطاطس حلوه قوي. انا معايا هنا بطاطس مسلوقه متقطعه شرايح زي ما انتم شايفين، ومعايا هنا بابريكا، ومعايا هنا معلقتين سمسم، ومعايا هنا معلقه هريسه شطه، ومعايا هنا بصل بودر وزعتر، ومعايا هنا فلفل اسود وتوم باودر، ومعايا زيت زيتون. بنزل في الطاسه الاول شويه زيت زيتون كده حلوين، بعد كده بنزل بالفلفل الاسود والثوم البودر، وبعد كده البصل البودر والزعتر. بنزل بهرسة الشطة بالبابريكا، وبنزل بشوية ملح، بنزل بشوية جنزبيل، وبنزل بمعلقتين السمسم طبعا منقية كويس، وبنزل كده بمعلقة هريسة الشطة كده بقى. بقلب المكونات مع بعضيها، الزيت والتوابل. المفروض ان انا احط حبة زيت تاني، حطيت كده شوية زيت تاني، واول ما الزيت يسخن، هو زيت زيتون مخصص للطبخ، بنزل بالبطاطس واحدة واحدة. كده بقى هقلب البطاطس على الناحية التانية. خدت لون جميل ازاي. البطاطس دي طعمها تحفة، جميل جدا. ممكن تاكلوها لوحدها، يعني تعمليها غدا لوحدها، وممكن تعمليها جنب اكل، جنب مكرونة، جنب اي حاجة تقضي اليوم يعني. كده بقى خلاص استوت. يعني هي المفروض ان هي بتتشوح من فوق ومن تحت. كده اتشوحت وخدت لون زي ما انتم شايفين كده جميل.